بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هتكلم معاكم، دي الحلقة الرابعة من سلسلة مفاهيم الحياة. النهارده هتكلم معاكم على موضوع الاستمرارية. والاستمرارية دي يمكن كلنا احنا عارفين الاستمرارية، وان انت تبتدي في الحاجة، تستمر فيها عشان خاطر تحقق الحاجة اللي انت بترجوها يعني. ومشكلة وجدت انه 90% مننا مشكلته في موضوع الاستمرارية. بنحب القراءة جدا، وبنحاول ان احنا نقرأ، وبنحاول ان احنا نتعلم ونتثقف ونرفع من وعينا. بنجيب الكتب ما بنكملش. بنحاول ان احنا نبدأ روتين معين ويفيد صحتنا ويفيد جسمنا، برضو ما بنكملش. بنحاول ان احنا نخرج من العلاقات السامة والعلاقات اللي هي بترهقنا والعلاقات المتعبة جدا، برضو ما بنكملش. بصراحة وجدت انه احنا وجودنا في الحياة بأمانة يعني محتاج ان احنا لازم نركز على موضوع الاستمرارية. مش هو الفكرة مش ان انا اقرا كتاب، وانا ممكن اقرا كتاب عادي، بس هل ان انا استمر؟ هل ان انا ممكن اقدر اخلص سلسلة كاملة من الكتب؟ هل ان انا ممكن ابتدي ان انا اعمل روتين خاص بجسمي بحيث ان انا يفيدني والعب رياضة؟ مش يوم بس، لا، مش اعمل الموضوع ده بالليل مثلا وارجع اليوم التاني ابطله. وجدت ان الاستمرارية بجد، وانا يمكن من الحاجات اللي هي مرهقة بالنسبة لي ولدلوقتي الصراحة، يعني عشان ابقى صريح معاكم. عندي مشكلة كبيرة جدا في الاستمرارية، بس بحاول على قد ما اقدر ايه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. فحبيت النهاردة في الحلقة الرابعة دي انصحكم واقول لكم بجد الحياة محتاجة ان انت تستمر فيها. يعني مش من يوم وليلة هيطلع لك المجهود، مش من يوم وليلة هتبقى انت الانسان المثقف الواعي اللي انت ما فيش زيك، مش من يوم وليلة جسمك هيتعدل وخلاص هتبتدي ان انت صحتك ويطلع لك عضلات والكلام ده. لا، كل حاجة مرتبطة بالاستمرارية، وصولك لربنا سبحانه وتعالى بالاستمرارية، ان انت تجعل ورد قرآن او اي ورد او ايا كانت ديانتك يعني. فكله متعلق بالاستمرارية. فمن مفاهيم الحياة اللي انا فهمته، لا، وجدت انه الاستمرارية شيء عظيم جدا. كتير مننا بنقول عاوزين نستمر، بس مين فينا اللي بيستمر؟ كتير مننا بنقول عايزين نحقق اهداف، وتحقيق الاهداف ده مش هيبقى من يوم وليلة، لا، لازم يبقى روتين معين انت تستمر عليه. فيديو قصير، بس حبيت اكلمكم في بصراحة في فوائد الاستمرار في اي شيء للوصول الى النجاح بامانة يعني. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.